السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنتكلم في فيديو النهاردة عن مشكلة بتقابلكم كتير قوي دلوقتي، وهي التراكمات. تقريبا اي حد فيكم دلوقتي مراكم عليه دروس في مواد معينة. طيب، مشكلة التراكمات في نتيجتها. بمعنى انا دلوقتي راكمت عليا دروس في مادة معينة، فيترتب عليها لا اراديا ان نفسي هتقفل من المادة دي، وهنا طبعا دي الكارثه. لما تيجي تذاكر الماده اللي مراكم فيها دي، فنفسك المريضه هتقول لك طب انا دلوقتي اذاكر القديم اللي متراكم عليا ولا اذاكر الجديد اللي بناخده في الدروس؟ فزي اي طالب مصري اصيل هتركن الماده على جنب، ولا هتذاكر قديم ولا هتذاكر جديد، والماده دي هتبقى عندك نقطه سوداء هتدمر نفسيتك. دلوقتي بتمر بالمشكله دي، تعالى اقول لك تعمل ايه علشان حرفيا ما تتحولش لكارثه. وقبل ما اقول لك تحل المشكله دي ازاي، بقول لك دلوقتي انزل اعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب وشير للفيديو علشان الكل يستفاد. فانسب طريقه علشان تحل المشكله دي انك تذاكر اول باول. بمعنى تذاكر الجزء الجديد اللي بتاخده اول باول ومفيش حاجه خالص، وتذاكره وتطبق عليه في وقت. طيب، بالنسبه بقى للدروس المتراكمه عليا، تحدد لنفسك كل يوم ساعة أو ساعتين الجزء ده أو الوقت ده حسب المتراكم عليك للتراكمات بس. الساعة أو الساعتين دول كل يوم هتذاكر فيها المادة اللي أنت سايب فيها دروس متراكمة عليك، سواء بقى أنت كنت راكمتها عشان ظرف حصل لك، أو مثلا جيت فترة قصرت في المذاكرة فتراكم عليك دروس. فأنت كل يوم محدد لنفسك ساعة أو ساعتين بتذاكر فيها التراكمي ده بس. بعون الله في أقل من أسبوع هتخلص المتراكم عليك ومشكلتك هتتحل إن شاء الله. ده بالنسبة لحل مشكلة التراكمات. إنما دلوقتي نقطة تانية خالص، وهي أنسب طريقة اللي أنت تتعامل معاها دلوقتي في الدراسة وفي المذاكرة. بجد دلوقتي أهم حاجة اللي أنت تقعد تحل كتير في أي مادة، وتحل من كذا كتاب وتشوف أفكار جديدة وتشوف أسئلة جديدة، حتى لو بتقف معاك كتير أسئلة منهم. بس النقطة اللي أنت بتعرف أفكار وبتعرف أشكال أسئلة علشان تبقى متعود، وده أهم حاجة. يعني أنت المذاكرة مثلا لو هتذاكر ساعة يبقى الحل قصادهم 3 ساعات، ده أهم حاجة. المذاكرة لوحدها مش كفاية، هتذاكر ومش هتحل ولا كأنك عملت حاجة. المذاكرة لازم جنبها حل كتير. فنصيحتي ليكم دلوقتي في الفترة دي اللي انت تحل كتير في كل المواد، وتحل من اكتر من مصدر علشان تقدر تجمع افكار كتيرة علشان تبقى جاهز للامتحان بتاع اخر السنة. وعملت لكم برضو يا شباب جروب واتساب علشان لو اي حد فيكم عايز حاجة تشرح معينة، حاجة مش فاهمها او عنده اي مشكلة يبعت عليه. هسيب لكم اللينك بتاع الجروب تحت في الديسكريبشن. يا ريت كل اللي بيسمعنا ينضم ليه ويشير لينك الفيديو ولينك الجروب علشان الكل يدخل فيه. كده يكون خلص فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتم. واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يعمل سبسكرايب ويشير لاصحابكم عشان الكل يستفاد. ربنا يوفقكم واشوفكم الفيديو الجاي على خير.